مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة ال11 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا هلو شاركس. أنا مؤمن رجب، المدير التنفيذي لمنصة او ابس. نقدر نقول أول ديجيتال لوجيستكس هاب بجد في مصر. المنصة شغالة بقالها سنة ونص تقريبا، قدرت خلال الفترة دي إنها تعمل مبيعات ب 42 مليون جنيه بجروس بروفيت 12% ونت بروفيت تقريبا 2 مليون جنيه. مؤمن كان جاي وطالب 7 مليون جنيه مقابل 20% من الشركة، يعني مقيم الشركة ب 35 مليون جنيه. مؤمن عرض في البيتشنج بتاعه إن المنصة بتوفر معلومات لأي شخص تقدر تخليه في 7 خطوات خبير لوجيستكس، وده كلام جميل. وفي أول البيتشنج بتاعه عرض المشكلة، وده ترتيب منطقي، ولكن ما كملش بقى بقية الستبس المفروض تبقى موجودة في البيتشنج. يعني ما حددش الريفينيو ستريم أو هو بيكسب منين. حتى لما قال أنا عملت مبيعات ب 42 مليون جنيه، أنا كنت متأكد إن أول حاجة هتتقال من الشاركس يعني جبتهم منين، او يعني قصاد ايه ال 42 مليون جنيه. وقد كان اول حاجه ايمن عباس قالها لما مؤمن خلص البيتشنج، قال له انا عايز اعرف ال 42 مليون جنيه دول جبتهم قصاد ايه. يعني هل انت بتعلمني فانت منصه تعليميه فانا بتعلم منك، ولا انت بتنفذ لي الشحن نفسه يعني انت عمليه الشحن، ولا انت استشاري باخدك في النص، ولا انت يعني انت ايه؟ الوضع ده ما كانش واضح خالص في البيتشنج. فاعتقد ان لا، ترتيب بيتشنج كان محتاج يتعاد من الاول وجديد. وطبعا بناء على سؤال ايمن عباس وضح ان هو كان في الاول وسيط بين الشخص اللي عايز يشحن ايا كان حجم الشحنه والشركات الشحن والمستخلصين. فهو كان في الاول وسيط، ولكن هو حاليا مستخلص في مصر وبيشتغل الكلام ده بره عن طريق وكلاء. يعني هو من الاخر وسيط بره، ولكن في مصر هو مستخلص، وبرضه بيعمل نفس الشغلانه مع شركات الشحن، وهو يعتبر وسيط بينك وبين شركات الشحن. الجميل او الزياده عنه ان هو بيوضح لك لما انت تقول انا عايز اجيب المنتج ده من الدوله دي للدوله دي عن طريق الجو او عن طريق البحر، بيديك تفصيلات الدوكيمنت اللي انت عايزها، وبيفهمك ايه اللي انت محتاجه بالظبط عشان تعمل العمليه دي. وكمان بيديك لو انت هتشحن جوي بيديك انستنت اوفر، الكلام ده هيكلفك ايه، ولو انت هتشحن بحري بيديك اوفر في خلال 24 ساعه. كل دي مميزات كويسه. وعلى فكره الحته دي فعلا فيها مشكله كبيره انا شخصيا بعاني منها في شركتي، ويعني دفعت من وقت كتير عشان اتعلم وافهم ايه الدوكيمنت ايه اللي محتاجها عشان اصدر. عشان اقدر اشكر في المنصه بتاعته قلت انا لازم اجربها بنفسي، فدخلت على المنصه. المنصه فكرتها كويسه، ولكن اعتقد ان قدامها لسه كتير، لان انا مثلا كنت بختار ان انا عايز اودي الامارات. هو في الحلقه ادى مثال لو انت عايز تجيب منتج من بره لمصر، البلد اللي هتستلم المنتج لازم تختار القوانين بتاعتها عشان بناء عليها يقولك ايه شروطك. فهو حاطط 4 بلدان بس، مصر والسعودية والكويت وبلد رابعة، ولكن مثلا مش حاطط الامارات. فانا كان عندي مشكلة ان انا عايز اودي حاجة الامارات ولكن ما قدرتش اعرف. ولكن ترتيب المنصة بصراحة منطقي. اعتقد اللي ناقصها معلومات، يعني مش فيتشرز بس، هي في معلومات لو اتضافت فيها هتبقى كويسة. ولكن الميزة ان هو مش بيجيب معلوماته من على الانترنت، وعشان كده اعتقد ان لسه ما ضافش كل الدول. هو بيجيب معلومات من على الارض ويقدر ينفذ لك الكلام اللي هو هيوعدك بيه بمجرد ما انت مريت البيانات دي. يعني من الاخر معلومات حقيقيه واقعيه متجربه. محمد فاروق بقى كان واضح ان هو عاجبه الموضوع، لان لقيته بدأ يساعده ان هو يرد على بقيه الشاركس. يعني يسأل حد مثلا يدينا غبور تروح سأله سؤال، الاقي محمد فاروق هو اللي يرد، يقول له انت المفروض ترد تقول 1 2 3 4 ويقول الرد كله. ياسين منصور يدخل يسأل سؤال، محمد فاروق يدخل يرد يديله افكار. لقيته بيساعده جامد. انا حسيت انه بيحاول يقنع بقيه الشاركس بيه، وده كان تفسيره بالنسبه لي انه عايز يدخل معاه، وبالتالي عايز بس يكون في حد من الشاركس يدخل يسند. ودي كانت الحقيقه. اول حد اداله عرض كان محمد فاروق. محمد فاروق قال له هديك 10 مليون جنيه مش 7، ولكن مقابل 40%، لانه محمد فاروق ده كان بيحب ياخد جزء كبير من الشركه. يعني هو قيم الشركه تقريبا بحوالي 25 مليون جنيه، ما نزلش التقييم يعني حاجه كبيره قوي. دخل بعديها ايمن عباس حاول ينافس معاه، فقال له هديك 7 مليون اللي انت عايزهم، نصهم عيني هديك بيهم خدمات، حاجات ليها علاقه بالهوستنج، حاجات ليها علاقه بالتك، هعمل لك انا الخدمات دي باحسن سعر موجود في السوق، والنص التاني هديه لك كاش مقابل 25% من الشركه. يعني قيم له ب 28 مليون جنيه.
وقبل ما مؤمن يخرج يفكر، فاروق قرر يعلي على ايمن عباس وقال له فوق الاوفر بتاعي هديك سنه هوستنج فور فري، اللي هي الاستضافه بتاعه الويب سايت او المنصه بتاعته. يعني ايمن عباس حاول ينكشه وقال له يا عم سيبه يفكر شويه. خرج ورجع عمل كاونتر اوفر، قال له طب معلش انا موافق على الاوفر ده، بس احنا عايزين ننزل 40% ل 35%. محمد فاروق كان مقتنع جدا، وهو قال حتى انا عمري ما كنت اسهل من كده. في ثانيه على طول قال له اوكي كونفيرمد، وخلص الاوفر على 10 مليون جنيه مقابل 35% من الشركه، يعني تقريبا تقييم 28 مليون جنيه زي اللي اداهوله ايمن عباس، وهيدي له هوستنج فري لسنه كامله. وده كان ملخص الفقره بتاعت او ابس من الحلقه ال 11 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات او اسئله اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.